السلام عليكم متابعي قناتنا الكرام. هواية تجينا أسئلة أو أسئلة استفسارات من الطلاب عن ما هو الموازي. ودي تعرف شنو الموازي؟ شنو يعني موازي؟ مثلا الصيدلة هالسنة قبلت معدل 97.1 وانت معدلك 96 أو 95، أو يعني أقل من المعدل المطلوب بدرجة أو درجتين أو درجة ونص. شو يكون القرار؟ يقول يحق لك أن تقدم على القسم الذي ترغب به، شرط أن يكون أقل من المعدل المطلوب بدرجتان كحد أعلى المجموعة الطبية، 3 درجات كحد أعلى للهندسة، 4 درجات كحد أعلى للعلوم، و5 درجات كحد أعلى للمعاهد وباقي الأقسام الأخرى. يعني إذا القسم طلب معدل 97.1 فأنت شرط أن يكون معدلك أقل من 97.1 بدرجتين أكثر شيء. إذا درجتين وعشر واحد ما مقبول. هذه بالنسبة للطب. شلون أداوم وشلون يكون الدفع؟ تداوم بالكلية الحكومية نفس أي طالب قبل بمعدل طبيعي، تداوم صباحي وياهم بشرط أن تدفع فلوس. ايش قد تدفع فلوس؟ هذا السؤال. كل كلية ولها أسعارها، بس بين كلية وكلية مو هواي فرق، نص مليون أو مليون بالزايد. مثلا الطب العام جامعة بغداد 14 مليون كل سنة، أو جامعة القادسية 13 مليون كل سنة. وطب الأسنان أكو 13، وأكو كليات 12، صيدلة أكو 10 وأكو 11 حسب المحافظة والمنطقة. يعني تدفع كل سنة 14 مليون، وكل سنة الأسعار تختلف مو ثابتة، أكو يجي تخفيض إن شاء الله. زين، الموازي بس للطب كلية الطب؟ لا، الموازي للكل: طب، هندسة، علوم، تربية، إدارة، قانون، وكل الأقسام، حتى المعاهد، معهد طبي ومعهد نفط وإلى آخره. بس طالب الصباحي يقدر يقدم موازي؟ هذا سؤال جاني. بس طالب الصباحي يقدر يقدم موازي؟ لا، كل طالب يقدر يقدم موازي إن كان طالب صباحي ومسائي وخارجي. زين، بالتعيين هم يفرق؟ لا، وكأنه حالك حالهم، خريج نفس القسم وبتخرجك من كنت مخرج موازي، وإنما طالب عادي نفسهم. إذا كنت من ذوي الشهداء وانطوا ال7 درجات أقدر أقدم موازي؟ إي تقدر، لأن بعد الإضافة ياخذون آخر معدل بعد الإضافات، المعدل الصافي بعد الإضافات كلها. التقديم عليه شلون يصير؟ من خلال نافذة إلكترونية خاصة بي. أنت قدم عادي، وإذا ما عجبك قبولك وتريد تقدم موازي عادي قدم على نافذة الموازي. شو وقت ينفتح التقديم على الموازي؟ بعد ما تطلع القبولات بعدها ب10 أيام تنفتح التقديم على الموازي. ايش قد باقي اسعار الاقسام؟ هاي الاسعار مذكورة امامكم مال الموازي. طبعا هذا موضوع الخاص بالموازي، والكل يستفسر عن الموازي. وطبعا الموضوع مهم، موضوع اكو هواي طلاب يجهلونه، طلاب انه عبالهم راحت عليهم فرصة انه بالطب او شيء ويجهلونه، وهم فرق يعني درجتين بالمعدل. اتمنى من جنابكم الكريم اشتراك بالقناة، حتى يعني نعطيكم كل شيء مفيد، وننشر لكم آلية التقديم على الانسيابية، وننشر لكم القبولات، وبعدين ننشر لكم نافذة التقديم على الموازي. هذا كان ما يخص موضوعنا عن ما هو الموازي أو كيف نقدم على الموازي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.